السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة حلقة باش ناخدو حلقة من حلقاتنا الجديدة بلوطة شو، باش ناخدو أعظم فكرة وأعظم مثال ولله مثل أعلى بالنسبة للدعم. هدايا إيجابي هدايا أكثر دعم أكثر ضغط اللي باش تفيدك في دينك وآخرتك. الله خلق النفس وطبيعتها، فالله هو الداعم الوحيد بطبيعة النفس لنفسك، وهو الخالق طبيعة القوم اللي هو المجتمع وخالق القوم، فهو الداعم والنافع الوحيد لنفسك ولقومك. إذن فالله هو الوحيد الذي ينفعك ويدعمك وينفعكم ويدعمكم، وهذا الكل ينفعكم ويدعمكم بخلقه وطبيعة المجتمع وطبيعة النفس وطبيعة الحياة. لذلك خلق الله في النفس كل إنسان نقص لكي يتوجه العبد أو الإنسان إليه ليدعمه الله، سواء بالابتلاء العسر أو بالفرج اليسر. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة اقرأ: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. معناها زيادة راك كما يقول مثل البكري: حلو أمور اللي نتعدى العمر. وهذايا راهو على فكرة البرانسيب هذايا ماخذو أنا كبرانسيب في خدمتي أنا، حلو أمور اللي نتعدى العمر. وبرانسيبي أنا بالنسبة للولاد حب، بالنسبة للولاد اللي نقعد بحذاهم، كان تبدأ حاجة نافعة بالثقافة باش نقعدوا فيها فبها، كان في تفزليك ولعب وواحد تاع صغار. نحن ما نقعدوش القعدة هذايا في حومتنا، نحن في حومتنا ما نقعدو كان قاعدة تاع ثقافة دينية سياسية عامة واحد. أما هذايا تاع تفزليك تاع الفروخ نحن ما نقعدوهاش القعدة هذايا. لذلك أوصي نفسي وإياكم، سواء إن كنت إنسانا أو عبدا، بالتوجه إلى الله في أي شيء، لأنه هو الوحيد الحاكم والمتحكم في النفس والطبيعة وفي المجتمع وطبيعة المجتمع وفي الحياة وطبيعة الحياة. لذلك ثم لذلك لا تكمن طمأنينة النفس إلا في طاعة الخالق. فالله جل جلاله أثبت وجوده بالمخلوقات التي لا تحصى ولا تعد، وأعظم مخلوق الذي أثبت به وجوده في هذه الدنيا هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. وأثبت ذلك أيضا بالقرآن. لذلك اليهود والنصارى لم يؤمنوا ولن يؤمنوا، ويعرفون بهذه الحقيقة، ولكن هذا بالنسبة لهم دعم سلبي على خاطر في عماو انفسهم في اتباع الحقيقة، إلا ما رحم ربي بهدايته كيف شاء. لذلك ترجو نفسي من الله من هذا التفكير أن تجمع كل الفئات المجتمع وكل الأمم العالم إلى وقوف لبعضنا البعض صفا واحدا، ولكنني أعرف أن الله ابتلاني بسخرية المجتمع مني، ولكن أرجو من الله أن يكون هذا الدعم سلبي إيجابي على نفسي وعلى المجتمع وعلى الأمم. وهذا الهدف سامي وفقني إليه رب العزة
لعله سيجعلني الله سببا لمحاربة تفرقة الشعوب والمجتمع، ونعود إلى عزنا ومجدنا كما كنا في عهد الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وأرجو من الله أن يصبح كل إنسان في هذا الكون عبدا، وكل عبد إنسان، ولكن هنالك من يكذبونني ويقولون لي هذا ليس من عندك، ولكني أنا أشهد الله على هذه من عندي، ولكني سأعتبر هذا دعم سلبي إيجابي، ولن يفهمه هذا الدعم إلا العقلاء. وأشكر الله على هذه النعمة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وأرجو من الله أن يجعلني من الأتقياء وإياكم. وأشكر الله على هذا النفع بصلاتي على رسول الله. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الفكر كتبته نفس حقيرة وذليلة غير متيمة بحب الله تعالى وبشريعته، بل متيمة بحب الدنيا والشهوات والملذات. وأرجو من الله أن يجعل لنا ضغوطات اجتماعية ونفسية ومادية لكي يهدينا الله إلى طريق المستقيم بالفكر السليم والعقل السليم. هذه الذي كتبته. وضعت لنفسي موضوعا، ونفسي قامت بالتوسع الفكري. عيشي يا نفس والله معك، فهو المتحكم والضاغط الوحيد فيك. لما باش ناخذ توا أطروحة. لماذا هي على النفس؟ هي أن تشكر نعم الخالق. بالطبيعة النفس لازم تشكر على نعم الخالق، خاطر هي الخالق الوحيد، باللي تعطي حق ربي باللي ما توفوش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.